طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري يفاجئ الجميع بتصريحات مثيرة جدا بعد انتهاء المباراة. شاهد بالفيديو ماذا قال طارق العشري. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الاهلي. طارق العشري بيدلي بتصريحات مثيرة جدا فاجئ بها الجميع بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. كابتن طارق أدلى بتصريحات خطيرة نقلتها الإذاعة المصرية. مضمون التصريحات دي بيقول ان هو قدم مباراة كبيرة قدام فريق كبير. كابتن طارق العشري وصف النادي الاهلي بانه اقوى فريق في افريقيا والوطن العربي والدوري المصري، ومحدش ابدا يقدر ينكر الكلام ده. وقال كمان ان في مباراة الدور الاول هو فتح خطوطه واستقبل اهداف كبيرة نظرا لفارق الامكانيات بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي الاتحاد السكندري. والنهارده هو بيقول ان هو لعب يعني بطريقه منطقيه امام النادي الاهلي، وحاول بقدر الامكان ان هو يقفل خطوطه ويلعب على المرتده. ولكن يعني لعيبه النادي الاهلي ومارسيل كولر بامكانياتهم الكبيره هم اللي تفوقوا عليه. وكابتن طارق العشري وجه رساله شديده اللهجه لبعض النقاد الرياضيين والمحللين اللي انتقدوا يعني طريقه لعبه في الدور الاول. عاوز بقى يسمع ايه ردهم بعد المباراة اللي قدمها النهاردة. واعتقد ان محدش هيقدر يلومه في اي حاجة، لان الراجل يعني بقدر الامكان يعني حاول ان هو يقفل امام النادي الاهلي. ولكن يعني امكانيات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومهارات لاعيبه النادي الاهلي هم اللي حسموا الامور. وكابتن طارق العشري وصف النادي الاهلي بانه شبيه لريال مدريد، بيعرف يكسب في اي وقت وفي اي مكان، سواء يعني خارج الارض او على ملعبه. يعني النادي الاهلي صعب ان انت تطلع من تحت ايديه بسهولة. دي كانت يعني تصريحات كابتن طارق العشري اللي نقلها التلفزيون المصري عقب انتهاء المباراة.